يا صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم في الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفة جديدة وفيديو جديد. طبعا كلنا في الصيف اللي احنا فيه ده بنبقى محتاجين ان احنا ندور على اكلة حلوة، وكمان تكون سهلة وسريعة ويكون طعمها حلو. ويعني ونظرا كده للظروف اللي احنا عايشين فيها الغلا ده، عايزين برضو بنبقى محتاجين ان احنا ندور على حاجة يكون سعرها بسيط وما تكلفناش كتير. طب النهاردة انت بتقولي عن حاجات كتير، عايزين نعرف ايه اللي ممكن يوفر معانا شوية، وايه الاكلة اللي تكون طعمها حلو وسهلة وبسيطة في الصيف. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة بطريقة حلوة خالص. وازاي؟ هقولك في الفيديو ده ان احنا ممكن نعمل كمية حلوة من كمية لحم قليلة. هنعمل كمية حلوة تأكل 4 أفراد وربنا يبارك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنحط عليها مكون هيعجبنا خالص، وكمان هترمي معانا كمية حلوة. لو عجبك الفيديو ونفسك تشوفي احنا عملناه ازاي وازاي تستفيدي، تعالي نشوف مع بعض. اول حاجة عندي هنا كده كوباية من الفول الصويا. الفول الصويا يا جماعة هو بيزود معانا الكمية للحاجة. فأنا مبدئيا كده الوصفة بتاعتي أنا محتاجة عندي كوباية من الفول الصويا. ولو انت عايزة تعملي الكمية، يا إما تزودي الفول الصويا شوية عشان يزود معاكي أكتر، يا إما لو هتعملي نص الكمية بتاعتي برضو تحطي كوباية. وهنا برضو محتاجين للوصفة بتاعتنا بصلية واحدة وكوباية من الفول الصويا. نقعنا الفول الصويا شوية حوالي 10 دقايق بالظبط، ولغاية ما لان معانا بالشكل ده او اتنقع. وفرمنا البصلاية بالمبشرة. النهاردة عايزين البصلاية بتاعتنا بالمبشرة مش بالكبة. وصفة النهاردة معايا نص كيلو من اللحمة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وصدقوني يعلم ربنا لو انت عايزة تعملي نفس الكمية بتقللي اللحمة بتخليها النص، يعني ربع كيلو لحمة بس هيطلع معاكي. بص اللحمة بتاعتنا فيها نسبة دهون زي ما انت شايفة بالشكل ده. وهنشوف هنضيف لها ايه. عندي معلقة من كل حاجة اللي اقولك عليها، معلقة كبيرة اللي هشاور عليهم اللي هي بهارات كفتة معلقة كبيرة، بابريكا معلقة كبيرة، وبقى عندك ملح، فلفل اسود، توم بودرة، بصل بودرة، دول نص معلقة صغيرة. وناخد بالنا ان بهارات الكفتة بيبقى فيها ملح، عشان كده انا حاطة نص معلقة بس. طيب لو انت عايزة تضاعفي الكمية، بص يا جماعة، هو انا من الناس اللي مش بفضل الفول الصويا جامد قوي خلاص، بس في ناس بتحبه قوي وبتاكله، وناس بتقول لك انا ما بيفرقش معايا في الاكل. يبقى تحطي على وصفة النهاردة لو هتعملي نص كيلو لحمة زي ما انا عملت، حطي كوبايتين فول صويا ونقعيهم. بالنسبة لوصفتي النهاردة اللي انا هستخدم الكبة، فرمت عندي زي ما انت شايفة الفول الصويا كده الاول عشان عايزاه ينعم وما يبانش معايا في اللحمة قوي للأمانة. وبعدين ضفت عندي البهارات للأمانة وهضربهم كلهم مع بعض للأمانة. الكفتة من الحاجات اللي تحب الفول الصويا أو البرغل أو رغيفين عيش. لو انت مش عايزة تحطي ده حطي رغيفين عيش، بتزود معاكي الكمية وبتخليها تمسك وما تفرولش. بس أنا مش بحب الفول الصويا جامد قوي، عشان كده أنا حطيت كوباية واحدة بس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وضربتها بالكبة. لو انت نفسك تضاعفي الكمية زي ما قلت لك، حطي كوبايتين فول صويا واعملي ربع كيلو لحمة هيوكل معاكي 4 أفراد زي العسل. طيب لو انا هعمل النص زي ما انت عاملاه وبرضه عايزه تزودي الكميه اكتر، حطي كوبايتين زي ما قلت لك. يعني لو انت هتعملي نفس الكميه بتاعتي وعايزه تزودي، بعد كده جبت هنا عندي معلقه كده ممسوحه من البيكنج باودر. دي بتساعدني ان الكفته عندي ما تلمش وتبقى مفتحه كده اثناء القلي وما تبقاش مكبوسه. طب هقول لكم سريعا تاني وانا بضربها بالشكل ده. لو انت عايزه تعملي نص كيلو زيها ومش عايزه تزودي الكميه، خلاص يا تحطي كوبايه الفول الصويا اللي انا حطيتها الاول، يا تحطي رغيفين عيش فينو، يا تحطي نص كوبايه برغل منقوعه. انا قلت لك على 3 حلول و3 بدايل. لو عايزه تزودي الكميه اكتر وما عندكيش مشكله في زياده الفول الصويا، حطي كوبايتين فول صويا منقوعين على نص كيلو لحمه. طب لو عندك ربع كيلو لحمه بس، هتحطي يا كوبايه فول صويا زي اللي انا عملتها، يا اما هتحطي نص كوبايه برغل منقوعه، يا اما هتحطي رغيفين او 3 عيش فينو مع شويه البهارات مع البابريكا. دي بتغطي على اللون، بتخليها للامانه طعمها حلو. عايزه اقول لك دي كلها حاجات صحيه مش مؤذيه يعلم ربنا. الحاجات بتاعت بره بتبقى كلها فول صويا بس وبيبقى جواها بهارات، لكن احنا عندنا ربنا يبارك نسبه اللحمه اكتر بكتير 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 من كوبايه الفول الصويا اللي محطوطه. يا رب اكون قدرت افيدكم بشويه معلومات، وكمان نظرا للظروف اللي احنا فيها تهون عليكي المواضيع شويه لست البيت. خلاص بعد كده ضربناها بالشكل ده عشان تلف معايا. انا ضفت لها بامانه حوالي 3 معالق ميه بالظبط، لانها هي كانت ماسكه شويه، وضربناها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. خلاص عايزه اقولك مش هتصدقيني يعلم ربنا لو وزنت اللحمه وطلعت معايا قد إيه. طبعا هنعجنها عشان شويه البهارات اللي انا حطاهم يعني ما تدخلوش في بعض. بصي ماسكه ازاي، شايفه لما ضربناها بصي ماسكه ازاي. هنعجنهم في بعض لان هو
شويه تقيله على الخلاط، هنعجنها مع بعض وبعدين نرجع مع بعض. للامانه طلعت معايا 800 جرام، 800 جرام وزن. يعني انا حاطه نص كيلو لحمه، حطيت كوبايه الفول صويا، حطيت بصلايه وشويه البهارات. ربنا يبارك، يعني النص كيلو انا طلع عندي 300 جرام زياده وزن، يعني اكتر من كيلو الا ربع. عشان كيلو ربع يعني 750، لكن طلعت عندي 800 جرام من اللحمه. خلاص انا جبت عندي هنا علبه فيها كيس، لان دول بصراحه رايحين لحد الف هنا على قلبهم يا رب، وهم للامانه بيحبوا الكفته بتاعتي. او بعد كده هنا جبت عندي السياخ اللي هي الخشب دي، انا كنت لف عليهم استرتش وكنت شايلاهم، كنت عامله بيهم اساور الست من فتره، وقلت هخليهم اجرب بيهم عليهم كفته. والله مشي الحال، ما مشيش خلاص، هي صراحه ما مشيتش الحال معايا قوي، فقلت هجيب معلقه اشكل بيها احسن وهبدا ان انا اعملهم. ربنا يبارك. انت ممكن تعمليهم اللي هي الكور، اللي هي كفته داوود باشا، وتعمليها كده في دقيق وتشوحيها وتعملي عليها صلصه ومكرونه زي العسل. ممكن عايزه تعمليها زي ما انا عملتها كده الصوابع برضو زي العسل. صدقوني يا جماعه، باذن ربنا بمشيئه ربنا الفتره اللي جايه دي هحاول اشتغل شويه على الوصفات الموفره، لان فعلا الحياه بقت صعبه قوي جدا جدا جدا. انا دلوقتي ما بعملش بامانه كميات الاكل اللي كنت بعملها في الاول، لان الحاجه بصراحه غليت. ربنا يبارك، نشكر ربنا على كل حال، بس برضو هي الحياه غليت، الحياه بقت غاليه. هناخد كده حته حته وبنصبعها على ايدينا وبنعملها بالمعلقه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بصوا اهو، خلاص اهو بالشكل ده. بصي بسحبها بكل سهوله، شويه ميه طبعا، كل ما احس ان هي لزقت في ايدي ببل المعلقه ميه وبسحبها على ايدي بالشكل ده. بصي اهو سهله خالص وبسيطه. المعلقه دي حلوه وبتطلع معاكي الكفته من جوه مبقاش قلبها مكتوم. شويه البيكنج باودر اللي حطيناهم برضو بتخلي الكفته معاكي ما تكشش، والفول الصويا برضو اللي ضفناه ده مش هيخلي الكفته تكش معاكي ان شاء الله. هنخلص الكميه بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده ونرجع مع بعض. ربنا يبارك، ربنا يبارك. طبعا ده طبق كبير يا جماعه مش صغير، وانا عملتهم طبقتين فوق بعض زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بصوا بقى، هروح بقى اوديها الفريزر واجمدها وتروح لاصحاب نصيبها. الف هنا يا رب على قلبهم ان شاء الله. يا رب الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم على خير، وصفه جديده وفيديو جديد. باي باي.